الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. الدروس الإنسانية مهمة جدا في هذه الحالة، وفي وسطها درس إنساني مهم كمان هو خوف الأم والأب من إجراء أي تدخل طبي. فعايزين نقول الحتة دي. يعني احنا لازم يعني كأي دكتور لازم يتفهم الخوف بتاع الأهل ده، ولازم القرارات بتاعتنا وشرحنا للموضوع زي ما حضرتك بتقول ما يبقاش مجرد معلومات طبية يعني جافة كده. فاحنا دايما بنحاول نفهمهم ان احنا يعني مثلا ده طفل اتساب فتره طويله، فلو بصيت على شكل ظهره هتلاقيه يعني غير متناسق، القفص الصدري راجع لورا، في مشكله في الوسط، في مشكله في التنفس. فانا الصوره لازم تبقى كامله عند الاهل ان هل في مشكله دلوقتي؟ في مشكله دلوقتي. هل ممكن نحلها بطرق امنه؟ الحمد لله فده فضل من ربنا علينا. اي نعم هو ابتلاء، لكن الحمد لله ابتلاء وليه حل، والحل موجود. لكن لو احنا اهملنا المشكله دلوقتي او اجلنا الحل دلوقتي، ده بيؤدي الى مضاعفات غير يعني سيئه طبيا مع الوقت. فان احنا نحل المشكله وهي في اولها وهي لسه صغيره وهي لسه ما حصلش مضاعفات فيها احسن بكتير من ان احنا نهملها. مع العلم ان انا مقدر ان ده بنتك او دي ابنك وانت مش عايز تعرضهم للعمليه، لكن الصح ان احنا نمشي في الاتجاه ده، مع ان احنا ناخد في حسبان ان الوضع القائم بيأثر على نفسيه الطفل برضه او البنت. فاحنا برضه مش عايزين نهمل النقطه دي، لازم نقدر الموضوع ده حتى لو هي ما قالتش، هي شايله في نفسها. في اللقاء القادم سيكون الحوار: هل يمكن إجراء جراحات استعدال أو عودة العمود الفقري إلى حالته الطبيعية في سن متأخر 30 سنة مثلا أو 27 25؟ السؤال المهم الثاني: هل لو أجرينا العملية دي لطفل أو شاب عنده 11 12 سنة، هل هيطول الولد دوت؟ وايه يعني دلوقتي انا في العمليه نفسها انا عملت مسامير وعملت حاجات وبتاع، فهل هيطول ولا مش هيطول؟ ده سؤال مهم ما رجعش، تستنونا. الحاجه الثالثه: البنات اللي هم اكثر عرضه للاصابه بنوع معين من انواع الجلف، فرص الانجاب بالنسبه لهم لما يكبروا ويتجوزوا، ده سؤال العيله كلها. اكيد البنت دي بنت يا دكتور هتخلف، ولا العوجاج ده ضغط على المبيض ولا ما ضغطش؟ الحوار ده كله هيكون في اللقاء القادم. ما مش كل حاجة لازم تستنونا يا جماعة. حوار مهم جدا لكل أسرة عندها مشكلة، واللي ما عندهاش كمان لازم تاخد بالها. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، صاحب زمالة جراحات عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري من كندا، وزمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة من إنجلترا. نورت يا دكتور يحيى وأسعدتنا بهذا الحوار. ربنا يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوة.